هل تعلم أن 80% من الناس الذين يبدأون التمرين يتخلون عنه خلال الشهر الأول؟ لماذا؟ لأنهم يرتكبون خطأ واحدا بسيطا يدمر كل شيء. هل بدأت يوما خطة لياقة بحماس كبير ثم وجدت نفسك تتخلى عنها قبل أن ترى نتائج؟ إذا كان هذا يشبهك فتابع معي، لأن ما سأشاركه معك قد يغير نظرتك للياقة إلى الأبد. دعني أخبرك قصة شخص، سارة. كانت سارة متعبة جدا، كانت تريد التغيير، أن تشعر بالقوة والثقة وبأنها على قيد الحياة من جديد. في صباح يوم اثنين استيقظت سارة مبكرا وربطت حذاءها وذهبت إلى الصالة الرياضية. أنجزت تمرينا قويا، ذلك النوع الذي تراه على إنستغرام. تناولت فقط الدجاجة والقرنبيط والأرز، لا وجبات غير صحية ولا أعذار. في الأيام الأولى كانت محاربة حقا، كانت تقول لنفسها: هذا هو، لقد بدأت أخيرا. لكن مع نهاية الأسبوع الثاني بدأت عضلاتها تتألم كما لم يحدث من قبله، وانخفضت طاقتها، فقدت دافعها. نظرت في المرآة وتساءلت: لماذا أنا متعبة هكذا؟ ولماذا لا أرى أي تغيير؟ لم تكن معاناتها لأنها تفتقر إلى الإرادة، بل لأنها ارتكبت الخطأ الأول الذي يقترفه معظم الناس عند محاولة اللياقة. زادت سارة من مجهودها، ضاعفت تمارينها، قللت طعامها أكثر، تجاهلت صرخات جسدها طلبا للراحة. لكن الأمور لم تتحسن، بل زادت سوءا. شعرت بأنها محاصرة في دائرة كل شيء أو لا شيء، وكل شيء كان يحترق داخلها. قصتها ليست فريدة، إنها قصة مليونات الناس، فالحقيقة التي لا يريد أحد الاعتراف بها: اللياقة ليست سباقا سريعا، بل هي ماراثون. عندما نحاول أن نفعل الكثير بسرعة كبيرة يتمرد جسدنا وعقلنا، يرتفع هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر، نشعر بالتعب والتوتر ونستسلم. وصلت سارة إلى نقطة الانهيار عندما فاتتها جلسة تمرين، وفجأة أصبح كل شيء يبدو فشلا ذريعا. كانت منتهية، ولكن ثم حدث شيء مختلف. جلست سارة في إحدى الأمسيات على الأريكة تشعر بالهزيمة. تذكرت مقولة قرأتها ذات مرة: النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة المتكررة يوما بعد يوم. فكرت: ماذا لو لم تكن اللياقة عن إرهاق النفس حتى الانهيار؟ ماذا لو كانت عن شيء أبسط، شيء يمكن الاستمرار فيه؟ بدأت سارة من جديد، ليس بتمارين مرهقة، بل بخطوات صغيرة. كانت تمشي 15 دقيقة يوميا، أصبحت تأكل بشكل أفضل قليلا دون حرمان، سمحت لنفسها بوجبات غش دون ذنب، ركزت على الحضور لا على الإجهاد. في البداية كانت التغييرات بطيئة، لكنها لاحظت شيئا رائعا: لم تعد تخشى التمارين، بل كانت تنتظرها بفارغ الصبر. ارتفعت طاقتها وتحسن مزاجها. لم تعد سارة تسعى إلى الكمال، بل بنت هوية جديدة، شخص يتحرك، يهتم ويستمر. بعد أشهر نظرت سارة للوراء. التحول الذي حلمت به لم يحدث أبدا، ولكن ما حصلت عليه كان أفضل بكثير: أسلوب حياة صحي يمكن العيش به، جسد قوي وعقل يؤمن بها. قصة سارة تثبت أن الخطأ الأول الذي نقع فيه هو محاولة فعل الكثير بسرعة، وننسى أن اللياقة تتطلب الاتساق، الصبر واللطف مع النفس. لذلك هذه الرسالة التي أريدك أن تتذكرها: ابدأ صغيرا، لا بأس في اتخاذ خطوات صغيرة. كن مستمرا لا مثاليا. اختر الفرح في حركتك لا العقاب. احتفل بالتقدم أبعد من الرقم على الميزان. الطاقة، المزاج، القوة. اللياقة ليست إما كل شيء أو لا شيء، إنها الحضور لنفسك يوميا مهما كان حجم الجهد صغيرا. إذا كنت مستعدا لكسر دائرة الإرهاق وبناء عادة صحية تدوم، ابدأ اليوم، ليس غدا ولا الأسبوع المقبل، لأن رحلتك ليست سباقا بل قصة، وأنت بطلها. إذا كانت قصة سارة تلامسك، اضغط زر الإعجاب وشارك الاشتراك،